كارثة بجد موجودة في الرنجة السنة دي، بجد اتصدمت جدا. كل الرنجة اللي موجودة في السوق يا جماعة بجد فيها الدود اللي هو الحلزوني ده او الطفيلات. بجد اتصدمت، كنت جايبة كمية وفتحتها كلها، لقيت فيها الدود ده اللي انتوا شايفينه، حلزوني كده اهو زي ما انتوا شايفين. خلي بالكم يا جماعه بجد، ممكن حد ما ياخدش باله، ما يركز. الرنجه طبعا احنا بننضفها، فممكن ما نركز قوي في اللي موجود فيها. لا بصوا كويس فيها جدا، ولو لقيتوا فيها الدود ده او الطفيلات دي ما تاكلوهاش، ارموها على طول. الموضوع مش هزار، هيسبب مشاكل جامده جدا، وممكن كمان ما يعديش مع حد يعني ويبقى الموضوع اكبر من مجرد مشاكل. خلي بالكم بجد يا جماعه، ربنا يسترها علينا يا رب. بجد يعني احنا مستنيين العيد ومستنيين ناكل الرنجة في العيد، ده طبيعي، بس معلش بجد يعني حاولوا تتجنبوا الموضوع ده وتركزوا بجد كويس. وانتوا بتنضفوا الرنجة لو لقيتوها، لا ارموها على طول، بجد الموضوع مش هزار. شايفين يا جماعة بجد الدود قد ايه صعب جدا بصراحة. وملهاش دعوة بالبطارخ اذا كانت ناعمة او خشنة يعني. انا كنت جايبة خشنة ولقيت فيها برضو الدود، والناعمة قدامكم دي برضو فيها الدود زي ما انتم شايفين. يعني بجد كانت صدمة والله، بجد يعني ربنا يسترها. بعتذر جدا ليكوا على المنظر، بس انا حبيت احذركم، فيا ريت تخلي بالكم. عيد سعيد، كل سنه وانتم طيبين. لو لسه مش مشتركه معايا في القناه، اشتركي معايا وفعلي زر الجرس. كل سنه وانتم طيبين.